نحكيهم بعد شوية على أميمة المحرزي، الممثلة التونسية تعيش تجربة التقديم الأول مرة. تنحكيهم بعد شوية وين التجربة هذه باش تكون، ولكن قبل هذا خلينا نحكيو على واحد من النجاحات التونسية الكبيرة في عالم السينما. نحكيو على أول فيلم رعب تونسي اسمه فيلم دشرة، باش نشوفوه في التلفزة. سامي اخبار يفرح برشا احباء السينما التونسيه، ونعرفوا علاقه التونسي بالافلام هذوما واللي تظهر خاصه مع فتره ايام قرطاج السينمائيه. نحكيو على سيني نوف، الفكره تجي من قناه التاسعه والمبادره زاده من دوك هاوس، وهو عرض فيلم تونسي ولا وثائقي تونسي كل نهار الجمعه 10:30 متاع الليل اسبوعيا على قناه التاسعه. ايمن عبد الكافي من القناه اعطانا اكثر تفاصيل على سيني نوف، الفكره كيفاش باش تكون وشنو الافلام اللي باش نتفرجوا فيهم. سيني نوف هو موعد جديد، في رونديفو دومادير كل نهار جمعة على قناة التاسعة، وين باش يتلموا لي سينيفيل ويتفرجوا في الأفلام التوانسة et les documentaires التوانسة. C'est une initiative par Doc House, a été approché par سمية أبو علاقي، ناصر شرقي، عماد مرزوق، هما اللي لهم الانيشيتيف هذه Doc House. ولو بوت ديما بيان سور هو سي دو بروموفوار لي فيلم تونيزيان et les documentaires تونيزيان اللي معناها قاعدين يبهروا في العالم الكل، معناها تبارك الله قاعدين يربحوا في الجوائز بارتو دون لو موند. دونك احنا عندنا قداش نلوجوا في نفخ كيفاش نجموا نعديوهم. الحمد لله انتجتنا الفكره هذه وبالتعاون مع دوك هاوس. دونك شو لي رونديفو كل نهار جمعه ان شاء الله، وين نبداو عندكم فيلم والا دوكيومونتير تونسي 100% تونسي بيان سور. واخترنا باش نبداو فيلم دشره اللي حقق نجاحات غير ما عادش نتحقر واحد يحكي عليه. فيلم دشره هو باش يكون اول فيلم دو فوندردي ان شاء الله مع 10:30. يوغا كورت نتاع حمزه العوني كوم دوكيومونتير، اتيتود نتاع ايناس بن عثمان. الفيلم فيلم دشرة هو أول فيلم رعب تونسي كما كنا نسمعه، من تأليف وإخراج عبد الحميد بوشناق. ظهر لي إذا كان نحكيو على الكاستينغ نحكيو على سامي، نجحت مليح مع عبد الحميد بوشناق ونجحت في عدد من الأعمال. سامي الفيلم كان من بطولة عزيز الجبالي، ياسمين ديماسي، بلال السلاطنية، بحري رحالي وهالة عيد. دشرة خرج في نوفمبر 2018 من أنجح الأفلام التونسية، فيلم الأرقام القياسية كما وصفوه برشا مقالات. نحكيو على 100,000 شخص تابعوا الفيلم في 17 يوم أكهو، ونحكيو على فيلم بمواصفات عالمية، ونذكروا أنه دشرة زاد ريناه في مهرجان البندقية وفي عديد المهرجانات الأخرى، وأنه من إنتاج خاص وتمويل ذاتي. إذا كان نحكيو أكثر على فيلم دشرة، دونك بالنسبة للناس اللي ما تابعتش ما كانت ليش الفرصة أنه يشوفوه ممكن في السينما، ظهر لي شفناه حتى على دي بلاتفورم دو ستريمينغ توانسة بطريقة قانونية، مش ستريمينغ إيليغال. حطنا في الإطار، حكينا شوية على الفيلم. سامي الفيلم يحكي على ياسمين ووليد وبلال يقراوا في معهد الصحافة، واللي حبوا يحققوا يعني يعملوا صحافة استقصائية في سر منجية، مرات القات مذبوحة قبل 20 سنة، ولكن عرفوا إنها موجودة في مستشفى الأمراض العقلية ويعيطوا لها السحارة. ومن غاديكا بدات رحلتهم للدشرة، فيلم مستوحى من قصة حقيقية وطرح موضوع السحر والشعوذة. دشرة فيلم تونسي باش يراو في التلفزة التونسية، حاجة استناوها برشا من أحباء السينما ومن أصحاب المهنة هذه زادة، خاصة إنه السينما باش تدخل للديار حتى اللي ما تنجمش تتنقل للقاعات، واللي هو زادة راي عبد الحميد بوشناق. ان شاء الله دشرة باش يكون موجود نهار الجمعة قناة تونسية في قناة التاسعة مع 10:30 تاع الليل، وهذه حاجة أنا الحقيقة كنت نتمناها نشوفوها، لينا برشا نتمناو نشوفوا أفلام توانسة فيها ثلاثة التوانسة وفي وقت ينجم يتعدى فيه. وما نساوش لي دشرة فيلم موان 12 يخاطروا فيه مشاهد عنف، لكن حاجة باهية على خاطر نشوفوا في ثلاثة الكل برا، سواء في فرنسا ولا في مصر ولا في البلدان العربية أخرى، يعديوا أفلام بتاعهم. هذه تكون فرصة باش نتفرج في فيلم تونسي ويتفرج في حاجات جديدة، وإن شاء الله الانيشيتيف هذيا تشمل أفلام أخرين ودشرة، لكن نتصور فما برشا مخرجين باش يعديوا أفلامهم، على خاطر فما بلايص ما عندهمش قاعات سينما. راهو نعرف فيلم خرج عنده عامين، لكن ديما تقعد فرصة للناس تشوفوا اللي ما تفرجتش فيه، وديما فما يعني اكتشاف جديد لي أنا مع متفرج جديد، تجربة جديدة بالنسبة لنا باش تعدى الفيلم في التلفزة. إن شاء الله تعدى كيف ما يلزم، وإن شاء الله كما قلت لك إن شاء الله مخرجين آخرين يحطوا أفلامهم زادة، خاطر مستحقين برشا فن الأيامات هذو. فكرة ممتازة ياسر، مع الكونفينمون مع القلق مع ما فماش الإمكانيات، وحتى الناس يمكن قاعدين خايفين شوية بالنسبة للتجمعات وغيره، دونك نشوفوا أفلام تونسية على التلفزة، فكرة ممتازة جدا. نحن باش نواصلوا باش نحكيو على برنامج جديد، تجربة التقديم عند الممثلة أميمة المحرزي. شنو هو البرنامج وين باش يتعدى؟ سامي الممثلة التونسية أميمة المحرزي اللي عرفها الجمهور التونسي في عديد الأعمال التلفزية، من بينها نعورة الهواف، الأشباك، الزوجة الخامسة، أولاد مفيدة، وكيف زاد ريناها في أعمال مسرحية، شرارة مع نجاة البهداوي، مسرحية
الغروب مع المسرحي والدها زيدا الفنان القدير عبد العزيز المحرزي، ومسرحية مراجل مع المسرحي محمد كوكا. بشرى وميمة في تجربة جديدة، برنامج جديد على قناة كارتاج بلوس، وهي باش تكون في التقديم. البرنامج موسيقي واسمه باك ستيج. كيفاه كان الاقتراح وشنو فكرة البرنامج هذا؟ ليميسيون هذه كابسول دو 10 مينوت باش نحكيو فيها على الموسيقى. كل مره باش نختاروا تيم، مره جاز، مره تربيات، مره نكون معنا معناتها ضيف كاس في ليميسيون هذه باش يعمل ميوزيك لايف. دونك سي اون بوتيت اكسبيريونس جديده بالنسبه لي انا. فلا ونورمالمون تبدا تتعدى اول جمعه الداخل. اقتراح جاني من القناه معناتها بحكم انه القناه سنه معناتها كارتاج بلوس عندها برمجه كبيره وكل. دونك جاني الاقتراح من عند مدير القناه والمخرج، قلت علاش لا بوتيتر اون اكسبيريونس جديده تضيف لي حاجه معناتها. نستناو جديد احنا بالنسبه لكارتاج بلوس. والله معلومه مهمه تقولها أميمة المحرزي، برمجه كبيره نستناو فيها على كارتاج بلوس كما كنا نستناو فيها كل عام على كارتاج بلوس. ولكن ما فهمتش شنو المشكله بالنسبه لكارتاج بلوس. كل عام نستناو ولكن في الاخر برنامج معزبه غربيه هكا كل عام. هذا شنو اللي صاير؟ سنة ممكن بالنسبة لأميمة محرزي سي بيان نستناو برمجة أخرى. خلينا نتنوع شوية تلفز وخلينا نشوفوا مقترحات أخرى كيما اللي حكيت عليها أميمة المحرزي. كما ذكرنا قبيله انه ميمة المحرزي عندها عديد الاعمال التلفزيونيه والمسرحيه. في التلفزه شفنا انها باش تمثل في المسلسل الجديد مافيا للمخرج ايوب الساحي اللي ان شاء الله باش يكون حاضر رمضان 2021 واللي كنا حكينا عليه في بنت الافلام. وهذا بالنسبه للمسرح. قاعده نحضر في مسرحيه ان شاء الله كاين معناتها الوضع لاباس وكل البريمير نتاعها ان شاء الله تكون في ديسمبر مع مسرح الحمراء. اخراج سيلين قانون، تمثيل ريم الحمروني، نجوى زهير، شكرا رماح، سهير بن عماره وانا نسلم عليك برشا أميمة محرزي. ان شاء الله بالتوفيق في الباركور اللي تعمل فيه في التجارب المسرحيه والتلفزيه. احنا معاكم حتى نوصل ليل في بنت الافلام.